السيد المرعشي، السيد شهاب الدين المرعشي، طبعا اسمه محمد حسين، مولود بالنجف. يقول أهمني أمر وأنا في النجف، يوم اللي كان في النجف، يقول حتى أثقل صدري هذا الهم، متأذي من عنده. أكو عرف مو رواية، عرف في وسط الحوزة العلمية في النجف أن الذي يزور مسجد السهلة 40 أسبوعا بنية أن يلتقي بالمهدي عليه السلام في الغالب يتوفق الله عز وجل يوفقه، يلتقي العفو، يلتقي بالإمام، يزور المهدي، يعني الإمام الحجة يزوره. هذا منقول بين العلماء مو رواية قال الصادق قال الباقر، لا، هيك عرف عام ماشيين عليه. يقول أنا هم أخلصت النية وصرت أنطلق إلى مسجد السهلة، أروح مشي، أحرص أن أروح من النجف إلى السهلة مشي بعد صلاة المغرب والعشاء. قال ذيك الليلة الأسبوع عدد 36 تحديدا، 36 صليت المغرب والعشاء وطلعت مسرع لأن الجو بارد والدنيا مغيمة. قال بس ما طلعت وصلت فد مسافة مطرت، ومطر كلش قوي، الشوارع فارغة والأزقة مظلمة معتمة. قال فانتابني خوف، خاف حيوان أجلكم الله، خاف كذا، أطيح لي بنقرة، يعني كل شيء يصير. فخفت أرجع، لو ما أرجع قلت لا، أنا منطي عهد وقاطع ومتأمل ألتقي بالإمام، شنو خوف شنو نفسي. كملت. قال وصلت إلى بزل، البزل بعد تؤهل هذا المصطلحات، نهر فارغ أو فيه من الماء اللي يعني شيء بسيط. زين. يقول وصلت يم هذا البزل، ازداد خوفي، كل صارت ظلمة بعد أكثر، المطر اشتد، القاع هم رخوة، فأمشي بحذر وبقلق وبخوف وبترقب، فأحسست أن رجلا يمشي خلفي. قال فبلغ بي الخوف أشد، كلش خفت. قال برهة وإذا سلم علي، قال السلام عليكم أيها السيد الجليل. يقول بس سمعت حكايته الخوف كله طلع، وكأنه أنا في وسط عائلتي في بيتي من الأمن والأمان، كلش ارتاحت. فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تسايرنا نمشي. قال ايش عندك؟ قلت له أزور السهلة. قال لي ايش عندك السهلة؟ قال والله حاجة بلكي الله عز وجل يشفع لي. يقول شفته لابس لباس العرب، عقال وشفية وزي العرب لابسه. قال خير ايش عندك؟ قلت له والله بلكي أحظى بلقيا الإمام عليه السلام. قال إن شاء الله. يقول مشينا وصلنا إلى مسجد السهلة. يقول فطبينا إلى المسجد، صلى لله ركعات. يقول أنا أكو حالة جاذبية صارت عندي إلى، يقول هو يصلي أنا أتباوع. يقول حسيت كل شيء في المسجد يتجاوب ويا صلاته هالشكل، يعني استشفيت أنه كل شيء يتجاوب ويا صلاته. فشفت نفسي رغما عني كبرت وراه صليت بصلاته. يقول فلما أتم وأنا كملت، يعني أدركت نفسي، قلت سبحان الله شنو الخشوع. يقول دموعي جرن، رجفة من الخشوع جتني، أحس كل شيء تجاوب وياه، صليت خلفه. يقول كملت الصلاة. يقول التفت لي قال أحسبك جائعا، جاي مشي صدق جوعان. يقول فما أدري هل مد يده خلفه أم إلى عباءته، فأخرج لي قرصين من الشعير وخيار في غير محله. شتاء مو هسه كيمياوي، الخيار بالصيف والشتاء، الرقي بالصيف وبالشتاء، لا، الخيار هذا صيفي، بالشتاء ما تلقاه بالسوق مستحيل. زين. يقول من أجود أنواعه ومن أفخرها وطازج، واثنين قرصين من الشعير. قال أكل. يقول أكلت تممت، سبحان الله شبعت. قلت له أجيب شاي أطلع برا أدور بلكي يعني. قال فد واحد مبسط ناس كذا. قال لي هذا من فضول المعيشة نحن نترفع عنها. فضول أنا ما أحتاجه، لا تريد أنت روح. قول أنا هم استحيت على حالي، قلت يلا مو باللازم، بس الحمد لله شبعت بطني أكلت يعني، ما أريد شاي. يقول فقعدنا أنا وياه نسولف ساعتين،
نتحدث. يقول شفت نفسي ما أقدر أتصرف أني عالم وفقيه وأنه من عوام الناس، لا، هو العالم والفقيه وأنا من عوام الناس. يقول أدب، علم، منطقة، هيبته، نوره، جماله، يقول خلاني كالتلميذ بين يدي أستاذه. يقول فهو بدأ وياي الحكي، قال لي شلون تستخيرون بالسبحة؟ والله اشرح لي. قلت له هيك كذا، يعني على كيفية معينة، ما الوقت. فمن تبقى خرزة وحدة في السبحة، سقط 2 طبعا، تبقى وحدة. قلت له احنا نقول مو زينة. قال لا مو صحيح، إذا بقت وحدة عيد، سقط 2 عيد الاستخارة. إذا هم بقت وحدة فهي جيدة، وإذا بقى 2 مو زين. أول مرة اسمع بها، قال هاي ثبتها، هكذا هي الاستخارة. يقول ثاني شغلة، طبعا هو السيد مسويه النقاط، هاي الساعتين الحديث مال ساعتين هو ملخصة بنقاط. قال وثانيا، قال لي إذا تريد الله يوفقك سبحانه وتعالى، أكو سور في القرآن الكريم يومية اقراهن ورا الفرائض. قال لي ورا فريضة الفجر تقرأ سورة ياسين، ورا فريضة الظهر تقرأ سورة عمة يتساءلون عن النبأ العظيم، ورا صلاة العصر تقرأ سورة نوح، ورا صلاة المغرب تقرأ سورة الواقعة، ورا صلاة العشاء تقرأ الملك، سورة الملك. طبعا خاف تنسونهن. يعنوم، كل سورة ناخذ أول حرف من عندها نجمعها بكلمة واحدة، يعنوم. فالياء ياسين، والعين عمة، والنون نوح، والواو الواقعة، والميم الملك. واضح إن شاء الله. قال له وثالثا، يقول الشغلة الثالثة اللي تحدثنا أنا ويا بيها، قال لي إذا عندك هم بصدرك قل اللهم، خلي ايدك على صدرك وقل اللهم إني أعوذ بك من الهموم والغموم ووحشة الصدر. قول هاي 2 3 مع الصلاة على محمد وآله يذهب الهم. قال لي ومن الأشياء أيضا اللي ذاكرها السيد، قال لي ثالثا أو رابعا ما أدري، على كل حال من الأشياء اللي نبه عليها، قال إذا عندك حاجة واقفة مستعصية فعليك بهذا الدعاء: اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أسألك أن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. قال له هذه من الأدعية الخاصة. يقول علمني صلاة بين المغرب والعشاء 2 في كيفية خاصة. زين، وأشياء أخرى غير هذا بعد ذاكرها السيد موجودة في القصة. يقول هواي استأنست أنا، فحسيت نفسي أحتاج أتوضأ. قلت له سيدنا تسمح لي أروح أتوضأ؟ يقول أنا ما أعرفه. قال براحتك. يقول فمشيت خطوات رايح إلى البركة، بركة الماء، أجدد وضوئي. يقول وأنا أمشي قلت سبحان الله، أول مرة بحياتي ألتقي بشخص بهالأريحية، بهالجمال، بهالنور، بهالعلم، وكأنه الفقيه وأنا العامي. يقول أحدث نفسي، يقول انتبهت، قلت لعله قصدي ومرادي. الله العالم، يجوز هو هذا. يقول فالتفت أريد أن أستحلفه بالله، أنت يوم أنت. يقول التفت فلم أجد له أثرا. قال ففتشت في أرجاء المسجد وأنا أبكي كالثكلى شوقا واشتياقا إليه. ما حصلت، إلى السماء صعد، إلى الأرض نزل، كف بصري عنه فما عدت أراه. سلام الله عليه.